المهم الدراري كيبقى رايي الشخصي، انا والله ما فرحان، والله ما فرحان لهاد الجائزه ولا هاد الكره الذهبيه اللي خدا اشرف حكيمي. انا ما فرحانش ليها. إن علاش فرحنا 3 ديال المرات وقلنا غياخذ هذيك الكره الذهبيه وما خداهاش. الاولى ملي عطاوه الاسد الذهبي صافي قلنا اشرف حكيمي غياخذ هذه الكره الذهبيه، ما عطاوهاش له، عطاوه الاسد الذهبي وكان كيستحق عن جداره واستحقاق هذيك الكره. ثاني مره قلنا غياخذها صافي وعولنا وفرحنا وكنا معولين، وعطاو احسن لاعب في افريقيا وتصدمنا. ثاني مره عاوتاني قلنا عاوتاني صافي غياخذ هذه الكره هذه الذهبيه، وعاود تصدمنا عاوتاني وعطاو احسن لاعب في افريقيا. حتى لدابا هاد باغيين تعطيوها ليه. شوف السيد كي طالع، شوف طالع مسكين المنصه كينقز بسبب الاصابه والتخوطينيت. يعني عذبتوا هاد السيد على هاد الكره الذهبيه وعذبتونا حتى حنا معاه. للصراحه ما كنتش معول غادي يعطيوها ليه، إنا صافي فقدنا الامل. ديما كنقولوا بان انه هو غياخذها، بان كيستحقها عن جداره واستحقاق، كيستحقها، ماشي كنهضروا على الخاوي، كيستحقها. دابا هادي يلاه باغي تعطيوها ليه. الصراحه انا ما نكذبش عليك، ما كيبقى رايي الشخصي، كنحترم اي راي، ولكن كيبقى رايي الشخصي انا ما فرحانش ليها. علاش فرحنا ليها 3 ديال المرات قلنا صافي غياخذها، هادي صدمونا بها، داكشي علاش حتى حنا مصدومين. المهم اخويا اشرف حكيمي مبروك لك ومبروك للمغاربه كاملين هاد الجائزه هادي اللي الصراحه كنتي كتستحقها قبل من دابا، كنتي كتستحقها عن جداره واستحقاق قبل من دابا. ما فهمناش كيفاش تبدل الخطه ولا تبدل العالم ولا كيفاش وقعت تعطاوها لك هاد المره. المهم مبروك عليكم، مبروك على المغاربه كاملين، غير الصدمه هي اللي خلاتنا ندويو.